السلام عليكم. هنعمل مع بعض اليوم فتة اللحمة بالطريقة المصرية. روعة روعة يا بنات، وطريقة جميلة جدا. تابعوني في الفيديو ده للآخر علشان تعرفوا الطريقة بالتفصيل وكل الأسرار والتكات اللي تخلي معاكي أحلى فتة باللحم. زي ما انت شايفة شكلها بالشكل ده يفتح النفس طبعا. أعرفكم بنفسي، معاكم جهاد شوقي الحديدي، ودي قناتي. لو أول مرة تشوف القناة فعلي اشتركي وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل إشعار بالفيديوهات الجديدة اللي بنزلها دايما على القناة. وعادة بنزل فيديو كل اسبوع، وادعمي الفيديو ده بالضغط على زر اعجبني. يلا بينا نشوف طريقة التحضير. في البداية معانا اللحم هنقطعه كده قطع متوسطة، لا كبير قوي ولا صغير جدا، يعني قطع متوسطة بالشكل ده. وكمان انا بغسلها بالمية الفترة اللي هي من الحنفية العادية. لازم اغسل اللحم كويس جدا بالمية. انا مش عارفة الناس اللي بتقول ان اللحمة مش بتتغسل ده ازاي، لكن انا عادة لازم اغسل اللحم بالمية لحد ما اي حاجة او اي شيء مش كويس ينزل منها بالمية فقط. مش بستخدم خل ولا مية سخنة ولا اي شيء من الحاجات دي علشان فايدة اللحمة طبعا ما تضيعش منها. بغسلها بالمية الفترة لحد ما تكون اللحمة بتاعتي حسيت انها بقت نظيفة، وبسيبها تتصفى من المية بتاعتها تماما، وبصفيها كويس جدا قبل ما احطها في الحلة. بعد كده عندي المنكهات اللي هضيفها وانا بسلق اللحمه، زي البصل، طماطمايه صغيره، معايا حبهان، كمان ممكن نضيف ورق لورا، هتضيفي فلفل اسود او كزبره ناشفه على هيئه حبوب علشان ما تغيرش لون المرقه بتاعتك. لو هتستخدميها مطحونه يفضل تضيفيها في يعني قرب ما اللحمه بتاعتك قربت تستوي، علشان ما تبتدي ما تغمقش لون المرقه بتاعتك. احنا عايزين لون المرقه فاتح وشكلها حلو. بعد كده هنزل بيه اللحمه بتاعتي مع المنكهات دي بالشكل ده، وهشوح اللحمه كده بالشكل ده على درجة حرارة عالية. لو اللحمة بتاعتك نزلت سوائل هتستني لحد ما اللحمة تبتدي تشرب السوائل دي تاني، وتكون زي ما انت شايفة بالشكل ده مفيش فيها اي سوائل. بعد كده هنبتدي نضيف المية. ضيفي المية بتاعتك مش شرط في البداية تكون من مش شرط المية في الأول تكون مية سخنة أو مية مغلية. ضيفي مية من الحنفية عادي جدا طالما في البداية في بداية السلق. المية طبعا هتسخن مع اللحمة وكلهم هيسخنوا مع بعض وهيغلوا في درجة واحدة يعني. بعد كده لو اللحمة بتاعتك دي احتاجت سوائل تانية هنبتدي نزودها مية مغلية. يعني لو المية كمية المية بتاعتها او المرقة بتاعتها قلت هنبتدي نزودها مية مغلية علشان اللحمة تكمل تسوية مع المية السخنة وما تقفش عن اللحمة. لكن لو ضفت لها مية باردة او مية من الحنفية اللحمة بتاعتك ممكن تشد، وكمان هتوقفيها فترة عن التسوية لحد ما المية دي تبتدي تسخن مرة تانية. زي ما انت شايفه بالشكل ده هنسيب اللحمه بتاعتنا تتسلق براحتها جدا جدا. وكمان لو ظهر معاكي اي ريم على الوش هتبتدي تشيليه بالمعلقه علشان تحصلي على شوربه حلوه زي ما انت شايفه بالشكل ده. طبعا هنسيب اللحمه بتاعتنا تتسلق براحتها. في الفتره دي هنجهز باقي مكونات الفته. هتسيبي اللحمة على درجة حرارة عالية تغلي أول غلوتين كده. بعد كده هتخلي درجة حرارة منخفضة أو هادية وتسيبيها براحتها تاخد وقتها في السلق علشان اللحمة بتاعتك تكون كويسة. والملح ما تضيفوهوش غير في الآخر خالص إلا لما اللحمة تقرب تستوي. بعد كده هنشوف باقي مكونات الفتة، وهي هنبتدي بالصلصة. وضروري جدا تمشي على الترتيب اللي انا عملته ده علشان اول حاجة هتاخد وقت معانا اللحمة بتاعتنا وهي بتتسلق. بعد كده هنستخدم المرقة بتاعتها في كل مكوناتنا اللي جاية. معايا هنا مكونات الصلصة بتاعت صلصة الفتة الشهيرة اللي بالخل والثوم. معايا هنا طماطم مضروبة في الخلاط، معايا راس توم كبيرة بالشكل ده، معايا بصلة صغيرة مقطعة مكعبات صغيرة. البصلة دي اختياري طبعا لان الصلصة دي بالخل والثوم فقط. معايا هنا ربع كوباية من الخل، ومعايا البهارات كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا.
في حلة على النار هضيف فيها شوية من الزيت بالشكل ده. هبتدي اشوح البصلة بتاعتي الصغيرة، البصلة دي اختياري يا جماعة، ممكن تستغنوا عنها. التوم بتاعي هستخدمه في كذا حاجة، هستخدم نصه الاول مع البصلة بالشكل ده، وهقلبه كويس جدا مع البصلة. اول ما التوم بتاعي يبتدي يصفر كده هبتدي انزل بيه كوباية ربع كوباية الخل او 4 معالق كبار من الخل الابيض. كمان هضيف الملح والتوابل، فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا، والملح. وظبطي طبعا الملح بتاعك، قلبي كله كويس كده مع بعض. لو الطماطم بتاعتك او الطماطم مضروبه في الخلاط تقيله خففيها بشويه ميه. اول ما الصلصه بتاعتك تبتدي تغلي غلوتين كده، هدي درجه الحراره درجه حراره منخفضه واسيبيها لحد ما تتسبك براحتها. هتعرفي ازاي ان الصلصه بتاعتك بقى تمام؟ اول ما الزيت يفصل بالشكل ده عن الوش كده الصلصه بتاعتك تقلت وبقت استوت وبقت تمام جدا جدا. اطفي عليها على طول. ده دليل ان الصلصه بتاعتك بقت كويسه بالشكل ده. وطبعا ريحتها يعني ريحتها قويه جدا، وتدل طبعا ان الفتة بتاعتك هتكون ممتازة. اول ما الزيت يفصل كده عن، لو الزيت طلع على الوش كده يبقى الصلصه بتاعتي كده استوت زي ما قلت لك في الاول. بعد كده هنبتدي نجهز الرز بتاعنا. الرز بتاعنا بتاع الفته بيكون رز ابيض، لكن انا هنا استخدمت قليل من الشعريه لمحب الارز بالشعريه طبعا. نضيف شويه من الزيت عليهم قليل من الشعريه. ممكن طبعا قلت لك الطريقه الاصليه الرز الابيض فقط، هتضيفي الرز من غير الشعريه على طول. وتقلبي الرز مع الزيت او السمن او الزبدة على حسب المادة الدهنية اللي هتستخدميها. انا هنا بعد كده ضفت الرز بتاعي، وكمان في اضافة ممكن تضيفي ملعقة صغيرة من الخل الابيض للرز، هتخلي الرز بتاعك لونه ابيض ناصع. قلبي الرز كويس جدا زي ما انت شايفه بالشكل ده. ضفت شويه من ضفت مقدار من الميه، وكمان زودتها مقدار من الشوربه. يعني انا ضفت ميه وشوربه، ممكن تضيفي ميه بس او شوربه بس على حسب رغبتك، لكن طبعا انا بضيف شوربه او المرقه من بتاعه اللحمه علشان الرز بتاعي كمان يطعم من طعم اللحم وكله يبقى اخد من طعم بعضه. اول ما الرز بتاعك يبتدي يغلي ويتشرب هدي درجه الحراره جدا ونسيب الرز لحد ما يستوي بالشكل ده. الرز طالع معايا ممتاز جدا جدا وطعمه وريحته حلوة طبعا لانه اخد من نكهة مرقة اللحم. الخطوة اللي بعد كده هنجهز العيش المصري بتاعنا. انا قطعته بالمقص كده مكعبات صغيره زي ما انت شايفه بالشكل ده. ممكن تقطعيه بايدك مفيش اي مشكله، بس انا قطعته كده علشان يكون الشكل حلو وكمان كله يكون متقطع قد بعضه بالشكل ده. هتضيفي ملعقه كبيره من الزيت او ملعقه كبيره من السمن وملعقه صغيره من الثوم المفروم، وتقلبيهم كويس جدا مع بعض. انا حمصته في الفرن، بعد كده دخلته الفرن وحمصته في الفرن. ممكن تحمصيه في طاسه فيها شويه زيت وملعقه صغيره من الثوم المفروم على البوتاجاز. مفيش اي مشكله، برضو هيطلع معاكي متحمص وجميل. العيش ده كان ريحته وطعمه في منتهى الجمال، ممكن يتاكل كده من غير اي فته طبعا لانه اصلا منكه بالثوم وريحته حلوه وطعمه حلو. بعد كده دي كده انا جهزت العيش المتحمص بتاعي. بعد كده باقي كمية التوم اللي كانت عندي هستخدمها بالشكل ده. هحمرهم في شوية من الزيت لحد لونهم ما يكون اصفر. هبتدي انزل عليها بملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة بالشكل ده واقلبهم. الطشة دي هستخدمها للمرقة اللي انا هسقي بيها الفتة بتاعتي. هكون جايبة كمية من المرقة في حاجة تانية في طاسة صغيرة بالشكل ده، غير الحلة الكبيرة اللي كانت عندي اللي فيها المرقة يعني. هسيبها على جنب للي حابب يشرب شوربة اللحمة كده من غير ما نحط عليها طشة. في حاجة خارجية هضيف كمية من الشوربة، هضيف عليها الطشة زي ما قلت لك. الطشة دي بتخلي المرقة بتاعة الفتة جميلة جدا جدا وريحتها حلوة وطعمها حلو. في الاخر بقى انا بخلي الخطوه دي للاخر خالص، وهي تحمير اللحمه. دي اللحمه بتاعتي اللي انا كنت سلقتها بالشكل ده. هبتدي احمرها في شويه من الزيت بالشكل ده. هحمرها تشويحه يعني تحمير خفيف كده، مش هسيبها فتره طويله في الزيت لحد ما تحمر وتنشف، لا تحمير خفيف كده من على الجوانب، واقلبها واطلعها بالشكل زي ما انت شايفه كده. وكمان هضيف عليها قليل من الملح ورشه خفيفه من الفلفل الاسود ورشه خفيفه من الكمون زي ما انت شايفه كده. وتقدروا تقدموا اللحمة على الفتة بدون تحمير، يعني خطوة التحمير دي اختيارية.
زي ما انتم حابين. بعد كده هاتي طبق التقديم وضيفي مكونات الفتة بالترتيب بتاعها. اول حاجة هنضيف العيش المتحمص، هنضيف كمية العيش المتحمص وهنوزعها كده بالتساوي في الطبق بالطريقة دي. بعد كده هنسقي العيش ده بالمرقة اللي عليها طشة الثوم. هنضيف حوالي كبشتين كده من المرقة بالطريقة دي. وكمان هنضيف حوالي ملعقتين من الصلصة بتاعة الفتة. شايفين الصلصة جميلة جدا جدا، اعملوها بالطريقة دي هتطلع معاكم ناجحة اضمن لك. هنضيف كده حوالي ملعقتين كبار من الصلصة على وش العيش. جميلة جدا جدا يا بنات. بعد كده هبتدي اضيف الرز. ضيفي الرز بالطريقة دي. بعد ما تضيفي كمية الرز وتعملي طبقة من الرز، طبعا هتخلي الرز كله متساوي ويغطي يغطي كمية العيش كلها بالرز زي ما انت شايفة كده. طبق رائع جدا جدا، اتمنى تجربوه. طبق يشرفك في العزومات او تعمليه لاي حد عزيز عليكي. جميل جدا. كمان ضفت كبشة كده من الطشة بتاعت من الشوربة اللي عليها الطشة بتاعت الثوم. كبشة كده يعني اختيارية، ممكن تضيفيها وممكن تستغني عنها. بعد كده وزعت الصلصة بتاعتي كده بشكل حلو كده على وش الرز. وكمان ضفت اللحمة المتحمرة زي ما قلتلك، ممكن تحطيها تحط اللحمة من غير تحمير، خطوة التحمير دي اختيارية طبعا. طبق رائع جدا ما يتشبعش منه يا بنات. اتمنى تجربوه بالطريقه دي وتعملوه زي ما انا عملته. لو نجح معاكم اكتبوا لي في التعليقات رايكم، طبعا يهمني. طبق يشرفك في العزومات، يشرفك تعمليه لاي حد عزيز عليكم. جميل جدا. ادعموني بالضغط على زر اعجبني، والسلام عليكم ورحمه الله.